اهي دي الاكله بقى اللي ما ينفعش يعدي العيد من غير ما نعملها. ريحتها حرفيا بتقلب البيت. يلا نشوف عملناها ازاي مع بعض. بس اول حاجه نصلي ونسلم على رسولنا الكريم ونقول بسم الله. اول حاجه هنا عندي علاقه ضاني، جبتها وهي لسه على الناشف، حطيتها على مصفى بحيث تنزل كل الميه والدم اللي موجود فيها. تمام. جبتها بعدين فصلت منها الكبده وهحطها عندي في التلاجة. اما الفشه هناخدها هي والزور، هننضفها كويس جدا وهي على الناشف من غير ما اقرب منها اي ميه. تمام. لان الميه بتنفخها وبتخلي حجمها يكبر جدا جدا. حطيت عليها كده معلقتين كبار من الدقيق وعصير ليمونه كامله، وبدات ادعكها كويس جدا جدا بايديا زي ما انتوا شايفين كده بالدقيق والليمون. حقيقي الخلطه دي مع بعض بتقضي تماما على اي زفاره. سبتها في الخلطه دي حوالي نص ساعه. بعدين بقى اخدتها تحت المية الجارية، مسكتها شطفتها شطفة حلوة جدا 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 زي ما انتوا شايفين كده، بقت فلة شمعة منورة. كمان القلب مسكته فتحته عشان لقيت جواه تجمعات دموية، ولازم طبعا نشيلها عشان ما يعمليش اي زفارة. تمام. حطيتهم برضو على مصفى. وهجيب بقى حبيبي حبيبي اللي ما حبش في العالم كله قده، اللي هو الليمون، وهبدأ ادعك الفشة بتاعتي كويس جدا بليمونة كاملة كده زي ما انتوا شايفين. اظن خلاص بقى كده حفظتوني. انا صديقي الصدوق هو الليمون، بينزع لي اي زفاره من اي حاجه، اذا كان اسماك لحوم فراخ اي حاجه. تمام. اجي هنا بقى في حله فيها ميه بتغلي على النار، هنزل بالفشه بتاعتي واسيبها تغلي غلوه واحده. اول ما الاقيها طلعت الزفاره هاخد الميه دي ارميها واغسل الحله بتاعتي كويس جدا واشيل الفشه، اديها شطفه حلوه تحت الميه الجاريه. هحط بقى في الحله بتاعتي ميه تانية تكون نظيفه وهسيبها تغلي. اول ما تغلي هنزل بعيدان خضره، عود من القرفة، ورقتين من اللورة، فصين من الحبهان، فصين من الثوم، بصلاية أرباع، كمان 3 وحدات من القرنفل. وبعدين هنزل بالفشة بتاعتي وهسيبها بقى تستوي على نار هادية. تمام. هتاخد وقتها. اعرف بقى منين ان الفشة اللي عندي استوت؟ هنغز فيها كده اثناء ما هي تكون على النار شوكة او سكينة. مجرد ما الشوكة او السكينة تدخل وتطلع بسهولة كده الفش عندي استوت. طلعتها بقى هنا وكانت بردت تماما. هبتدي بقى اقطعها كده لشرايح رفيعة هي والقلب. قطعت هنا القلب، كمان هبتدي اقطع الفشة. انا هقطع هنا الكمية كلها وهشتغل بالكمية كلها، لكن لو حابة تحتفظي بجزء منها في الفريزر تقدري بعد ما تقطعيها تحطيها في اكياس تلاجة وتشيليها عندك في الفريزر. وقت ما تحتاجيها هتطلعيها تفك التجميد بتاعها وبعدين تشتغلي بيها عادي جدا. تمام. قطعت هنا القلب وكمان قطعت الفشة وكمان الزور. قطعت كده الكمية كلها حطيتها عندي في طبق وهركنها على جنب. جبت بقى الكبدة برضو طلعتها من التلاجة، بس طبعا يفضل انها تتحط في الفريزر. تمام. عشان طبعا ما تغلبكيش في التقطيع وتبقى سهلة في التقطيع وهي مجمدة. هبتدي برضو اقطعها كده لشرايح رفيعة. قطعت بقى الكمية كلها زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى اركن الفشة والكبدة على جنب وهعمل بقى التتبيلة بتاعتهم. عندي هنا حوالي 6-7 فصوص من التوم وقرن فلفل حامي كمون كزبرة ملح، وهوب هرست التوم بتاعي هرسة حلوة جدا زي ما انتوا شايفين كده. هاخد بقى معلقة من تتبيلة التوم دي واحطها عندي على الكبدة بتاعتي واقلبها معاه كويس جدا جدا. تمام. هركنها بقى على جنب كده شوية وهسخن بقى صينية كده على النار وتكون النار عندي عالية. والاكلات الحلوة دي بتبقى حلوة جدا في الصواني الألمونيوم. بعدين هحط فيها كمية محترمة كده من الزيت، ويا سلام كمان لو عندك حتة ليا، بس انا ما كانش عندي. بعدين هنزل بكمية الفشة والقلب اللي عندي والزور وهديها رشة فلفل اسود وهبتدي اشوحهم تشويحة حلوة جدا. اول بقى ما الفشة اللي عندي تاخد سنة تحميرة كده هنزل بباقي كمية تتبيلة التوم اللي كانت موجودة عندي وهقلبها معاهم كويس جدا. تشويحة برضو حلوة جدا كده لغاية لما اشم ريحة التوم كده طلع عليا. تمام. هركن كده الفشة والقلب على جنب اللي انا حمرتهم وهضيف بقى شوية زيت تانيين كده لو كان كمية الزيت قلت عندك. تمام. وهبتدي انزل بالكبدة بتاعتي كلها كده مرة واحدة وافردها كويس جدا في الصينية وما اقلبهاش خالص في الاول لغاية لما تتشمع ولونها يغير. اول ما على طول ما لونها يغير هبتدي اقلبها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه برضو بالراحة، لاني مش عايزاها تجيب ميتها، لانها لو جابت ميتها ونزلت المية بتاعتها هتقدد وتزفر وتبقى طعمها مش احسن حاجة خالص. تمام.
الكبدة كلها كده غيرت لونها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني خلاص هي بالفعل دخلت في التسوية. هقلبها بقى مع الفشة تقليبة حلوة جدا كلهم مع بعض، وبعدين هديهم بقى 3 قرون فلفل رومي متقطعين شرايح، وقرن فلفل حامي متقطع شرايح، واقلب بقى كل ده مع بعضه. هظبط لها الملح بتاعها، وقبل ما اطفي النار على طول هديها 5 فصوص من الثوم المفروم او معلقة صغيرة من الثوم المفروم الني. هقلبه معاها واطفي النار على طول. مش قادرة اقول لكم الحركة دي بتفرق قد ايه في ريحتها وفي طعمها. تمام. هجيب بقى رغيف بلدي كده حلو، واعمل الحركة اللي انتوا شفتوها كده، واحط عليه عودين جرجير، وابتدي اعمل احلى سندوتش في الدنيا. ممكن كمان تعصري عليها ليمون قبل التقديم على طول. هي بصراحة بليمون او من غير ليمون في كل احوالها طعمها حلو جدا جدا ولذيذة قوي. قدمنا كمان جنبها شوية بطاطس محمرة كده وشوية جرجير، ونعمة وفضل من عند ربنا. اتمنى بجد تجربوا الوصفة بتاعتنا النهاردة بنفس الطريقة كده، وبإذن الله هتعجبكم. وما تنسيش بقى تسيبيلي كومنت حلو منك كده، لانه حقيقي بيفرق معايا كتير. يا رب الفيديو يكون عجبكم. بحبكم جدا في الله. مع السلامة.